هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اكسسوار ونجف ورخام، كله بيحكي ويتحكى بيه، وحديد مصر لا يعلى عليه. مصانعنا دي مش عايزة كلام، مزارعنا تملي في تطوير، والأحذية بقى والسجاد مشهد كل لما بيتعاد، نلقى أملنا في بكرة كبير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم، لسه يا مصر الدنيا بخير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم، لسه يا مصر الدنيا بخير. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. باشمهندسة، ده مصنع تابع لحي غرب. تابع لحي ده مصنع ملابس مظبوط كده؟ كان منحة أمريكية وكان جاي للحي، وبعد الثورة المصنع توقف تماما، ما كانش فيه أي شغل. بدأت أنا جيت الحي من 3 شهور تقريبا، بدأنا نشغله مع الوزير المحافظ. أعطانا الأمر إن احنا نشتغل في المصنع عشان هنفتح إيد مجال الشغل لأهل الحي وإيد عمالة، وكمان إن احنا نبيع منتجات بأسعار متناولة. 29 مارس سنة 1982. أيوه. كان السيد المحافظ الفريق محمد سعيد الماحي. يعني ده تاريخ المصنع ده، تاريخ. تاريخ. وقف امتى بقى يا فندم؟ 2011. وقف 2011 ورجع للعمل السنة دي في 2020. ممكن نشوف منتجات المصنع وامكانياته. المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، الحقيقة بحييكي على إعادة إحياء هذا المصنع مرة ثانية، لأن ده بيمثل بالنسبة لنا مش بس إنتاج، كمان تشغيل إيد عاملة. طبعا. المهندس علاء الطلخاوي مدير المصنع، أهلا وسهلا بحضرتك. تشرفنا. الله يخليك. منور. الله يبارك. بتعمل إيه بقى هنا؟ أنا هنا من سنة 86. من 86 بتشتغل في المكان؟ أيوه. بقص وكل حاجة عندي. حضرتك بتقص بنفسك؟ أنت مدير المصنع؟ مدير المكان. وبجيب العملاء هنا وبطلع لهم فواتير وكل حاجة. يعني حضرتك دي أصلا مهنتك؟ اتعلمتها هنا. أنا خريجت خرايط مساحة وخرايط دفعة 83. طب مش بعيدة خالص المساحة والخرايط. بس جيت هنا من سنة 86 وتعلمت المهنة حبها على فكرة. هو بيشتغل بحب. بيشتغل شغل مش بتاعه بس بحب. طب حضرتك بتنتج ايه بقى هنا؟ بننتج ابرولات بتاعة المستشفى، ملاية المستشفى، طقم السرير، الترابيع، اي حاجة تخص السرير تبعنا. السرير العادي ولا سرير المستشفى؟ سرير المستشفى وسرير عادي. سرير المستشفى او اي سرير عادي. وهنوريك حضرتك طقمة برضه. ممكن تعمل بقى ملايات وحاجات وشاش مخدات كله. دي المنتجات بتاعت حضرتك؟ اتفضل. دي عينة الافرول. ده الافرول. ده نموذج. ده النموذج اللي احنا بنوصل. هو هيتقص ده دلوقتي. دي البدله بتاعت العزل بتلبس اثناء التعامل مع مريض الكورونا او اي امراض معديه. دي المفروض ان اثناء الدفن. المفروض اللي بيتكب عليها الميه ما بتنزلش اي ميه. يعني الميه. تمام. عزل عن الميه وعزل. ده اللي في مستشفيات العزل اللي لازم يلبسوها. ايوه بالظبط كده. حضرتك بتصنعها هنا؟ طب هايل والله. بتصنع قد ايه بقى؟ تقدر تصنع كميات قد ايه؟ لا كميات زي ما انت بتطلب. حسب الطلب. يعني دول 100 حته. هنقصهم دلوقتي 50 و50. 100 عفريته يعني. بيتجمعوا بيعملوا 100 عفريته من 100 بدله. احنا بنسميها في المصانع عفريته. ما انا بنقول عفريته. بدله عزل. وممكن نقول عليها ممكن نشوف القصر وحضرتك بتقص.
ده المنتج بتاع حضرتك. هل بتنتج ده بس ولا ممكن تنتج حاجات ثانيه؟ لا ده والملايه. دي فكره جت مع الملاية، الكورونا. الجون بتاع العمليات، انت مهتمين او تخصصتوا في الموضوع بتاع المفروشات عامه. المفروشات. يعني هنوري حضرتك طومه متطرزه وكله تمام. مين بقى بيشتغل معاك هنا؟ بيشتغل معايا يعني رئيس مجلس اداره وفي لا عاملات اللي بيشتغلوا على الماكينات بقى معاك. عاملات. كام عامل تقريبا؟ عندي 21 عامل. دول المكان ده كان زمان في 200 عامل وعاملها. كان 200 عامل. بس هو يعني عشان واقف في الفتره بفضل المهندسه سحر ان شاء الله. بفضل المهندسه سحر ان شاء الله هنرجع اكتر كمان كده. مكان اوسع بقى بامر الله. بامر الله. هو اهم حاجه ان احنا نغطي احتياجات السوق من الايدي العامله. طبعا دي اهم حاجه. الباشمهندسه سحر يعني مساندنا جامد قوي يعني. مساندنا جامد قوي. وممكن تدربوا بقى للمصانع او يعني تستعينوا بالمصانع اللي بتشتغل في نفس المجال. هنستعين مدارس اللي هي المدارس الصناعيه اللي هي قسم ملابس الجاهزه وكده، هنجيبهم عندنا يدربوا وفي نفس الوقت هو هيساعدوكم كمان في الانتاج. المشروع اساسا بتاع الاماكن يعني تنميه المجتمع في المكان هنا. فبنفتحوا بيوت هنا برضه يعني. العاملات بييجوا يتدربوا ويشتغلوا وياخدوا فلوس. فبتبقى كويسه هنا للمنطقه كلها. طيب احنا ممكن نشوف بقى اتفضل. ده المقص، ده المكان بتاعنا. ده المكان بتاع القماش. اسمها ترابيزه قص. ترابيزه فرش. سيادتك ده الكرتونه دي دعامه بتتحط جوه الطقم عشان احنا بنغلف اثناء التغليف. اسمها دعامه. ودي طقمه ساده تروح تتطرز مقصوصه. ده كده لفه عامله 10 طقم يروحوا يتطرزوا ويجوا يشتغلوا عندنا. بيتطرز فين بقى؟ بيتطرز بره في المصانع بره. مصانع قطاع خاص يعني. بتعمل اضافه يعني للمنتج بتاعك. وهنوري حضرتك المنتج المطرز لما جه ودي ادوات التغليف بتاعته. هو من هنا؟ ايوه اتفضل. الدور الثاني في ماكينات الخياطه. دي قاعه التشغيل بقى والماكينات. ده التشغيل. ده خط الانتاج يبقى كده ماشي على طول. ده دي مكنه زراير، ودي مكنه عراوي، ودي مكنه سنجر عادي، ودي برضه. استناك سؤال يا باشمهندس، المكنه ده اتغير من سنه 82 من وقت ما انشانا المصنع ولا غيرنا؟ لا غيرنا في سنه 90 جبنا شويه، 95 جبنا شويه. طورنا وبعنا القديم وجبنا. يعني كل فتره بتغيروا الماكينات. لكن من سنه 95 طلبات ان الماكينات تتغير. احنا معانا رئيسه الحي ممثله. يا ريت ما هي وعدنا بكده. ونزودوا المكن. ان شاء الله نزود المكن وهنعملوا صيانه جامده كده وهنعمل عمره كبيره. وهنعمل عمره كامله الاسبوع الجاي ان شاء الله. صيانه المكن كله. وهنشوف المكن اللي هيتكهن يتكهن ونشوف احنا محتاجين، بس الاول نزود الانتاج. اهم حاجه الانتاج. والمكان برضو عاوز عمره جامده، هنعمل له عمره ان شاء الله. كان مهمل 10 سنين من الاهمال يعني. الباشمهندسه مهتميه جدا يعني وعندها اهميه خاصه يعني تعرض المشروع ده كنموذج للتشغيل والتدريب والانتاج بقى. واحنا معاها وفتح سوق العمل. اهم حاجه ان احنا المنطقه محتاجه ان الستات ان هي بالذات تشتغل وبتاع، وهي عامله ايام جميله. وان شاء الله ربنا يوفقنا بنفس الباشمهندسه معانا كده ان شاء الله. احنا هنشوف نماذج بقى من المنتجات النهائيه. بالظبط كده حضرتك. دي مكنه اسمها ايه؟ مكنه ايه؟ مكنه السيفتي 5 فتله او 5 فتله. المنتج النهائي بتاعك فين بقى؟ الاقيه فين؟ موجود في الاوضه. اتفضل. هنا؟ في غرفه التغليف. اتفضل. دي مرحله الفرز صح كده؟ الجوده والفحص. الجوده والفحص. يعني لازم تبص على كل قطعه لو فيها اي خطا او حاجه. التغليف ترجع تاني منها. بالظبط كده. المنتج النهائي. ده المنتج النهائي. لا ده منتج تاني احنا اشتغلنا عليه. ده كان قماش وشطب هنا وراح اتطرز بره في مكان بره. ده التغليف. ده الشكل النهائي. وده على فكره قطن بيور 100%. ده حاجه كانت عايزين نشتغل على براند معين يعني ان احنا نشتغل قطن بيور مش بوليستر عشان تبقى حاجه صحيه. حاجه عظيمه.
جميله. وعلى فكره سعره هايل كمان. كام بقى بالنسبه للاسعار؟ الطقم ده احنا عاملينه لسه عينه، هنبيعه 320 قطن بيور 100. مقارنه باسعار السوق بقى يعني. طبعا لا، لا ولا اي نسبه. مفيش نسبه ولا في يعني. ما فيش اي نسبه، ما فيش اي مقارنه. بس انا يهمني منتج مميز، الناس تتعلم ان هي تستعمل المنتج الراقي، في ادميه للمواطن، ان مش عشان احنا في منطقه شعبيه. بتبيعوا فين بقى يعني؟ انا اللي لا عايز لا لا أشتري. احنا حسب ده الطلب، لسه بالحجز. حسب الطلب. اللي عايز لكن ده يعني مش الحجز عاملين اللي عند مثلا حضرتك يعني هي بتبيع مثلا بتطلب حسب المحلات؟ الطلبيه. بتبيع لا المحلات ولا لسه بتبيع خبر، الافراد؟ احنا بقالنا 3 شهور في رئيسة حي. مصنع شغالين فيه بقالنا شهرين تقريبا. ايوه بالظبط. بدانا عملنا الدريس اللي هو الدرس ده السوسي دي اللي احنا بفضل بره. الباشمهندسه يعني، هي اللي جابته لنا وهي اللي شغاله. ممكن نبص ده على ما هو المنتج النهائي ده ده برضه منتج نهائي اللي انتم برضه مطلعين المنتجات. اللي حضرتك شايفه اللي كان على الخط الانتاج ده هو ده بعد التغليف. ده يعتبر طقم 5 قطع ده. ده بعد التغليف. ملايه بس ومخدتين ده شغل وكرباتين. بليستر. ده بليستر. قماش ده بوليستر بس مش عشان قماش مش اللي احنا خامتنا. جايبينه، مش شغلنا. ده الشغل دي مش الخامه بتاعتنا احنا. انتوا بتشتغلوا على القطن. للتشغيل. احنا عايزين نشتغل على القطن بس. اتمنى يعني ان احنا نشتغل على حاجه مميزه، بحيث ان بس احنا اولا انا يعني بحيي حماسك جدا لكل ما هو صناعي، يعني مهما كان يعني اي حاجه فيها تشغيل وفيها صناعه، انا شايف انك انت متحمسه جدا ليه. وده يخلينا احنا في برنامج الاتوبيس مهتمين بالصناعه وبندور طول الوقت على دعمها. الحقيقه فخورين جدا بده، خاصه حضرتك دلوقتي في حي فيه عدد كبير جدا من الانشطه. كمان احنا كنا مع حضرتك وشفتي منطقه المدابغ اللي هيتم نقلها من الحي، من حي غرب الى حي اخر وحي العمريه غالبا، وانت مهتميه برحله الخروج تكون رحله امنه تماما، والناس يوصلوا الى نقطه امان والمصانع ما توقفش وانتاجهم ما يقفش ولا يوم واحد. الحقيقه يعني خليني احييكي واحيي كمان الاستاذ علاء المشرف على هذا المصنع، يعني فخورين جدا بهذا المجهود العظيم. شكرا جدا لحضرتك. احنا حصل لنا الشرف بحضرتك. شكرا فندم. انا اتمنى المصنع ده يقف على رجليه ويرجع. على فكره كان بيصدر ايام استاذ علاء في السنين اللي كان بيصدر انجلترا وفرنسا والمانيا وامريكا. اتمنى ان احنا نوصل حتى. مساحته قد ايه؟ انا شايف مساحه صغيره تقريبا 300 متر تقريبا. 300 متر. 600 متر بيبقى المساحه كلها 300 فوق 300. سيادتك كان بياخد 150 مكنه ده المكان 150 مكنه تحت وفوق وفي يعني تقدر ترجعه لعهد التصدير ان شاء الله بامر الله بامر الله بفضل المهندسه سحر ان شاء الله ربنا ان شاء الله. اهم حاجه ان احنا نفتح سوق للايد العامله والناس تشتغل تاخد منتج رخيص بس منتج ادمي وشيك. شكرا جدا. حسن السوق. شكرا يا فندم. شكرا ليكم بجد على الزياره. نورتنا في المكان. واللقاء كان هايل. شكرا قوي. محدش يتحرك من مكانه. محدش يتحرك من مكانه. كله ينزل على الارض. مفيش حد هنا، ده فرع الكتروني. يعني ايه فرع الكتروني؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تفتح حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ في البنك اللي هنسرقه الشربيني. ايه ده؟ مفيش خزنه جوه. مميكن. يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس. تحول فلوس. قول يا شربيني. في فيديو كول لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. كلم خدمه العملاء، اقول لهم ايه يا شربيني؟ الو، السطو مش شغال؟ مساء الخير. ايه ده؟ هو ده سطو؟ لا، جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك، اول فرع خدمه الكترونيه في مصر من البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر. حكايات بنكتب بدايتها، ماشيين وراها في سكتها، عايشين بروحها وقوتها، ومكملين سوا من سنين، بنروح أي محافظة ونعيش لحظة بلحظة، أجيال واعية وحافظة، وبقلب دول شغالين. دي مصانع دولارات، كل انتاج هذا المصنع مخصص للتصدير وليس للسوق المحلي، وبالتالي الجلد ده بيتحول لدولار. وكم كبير جدا من المصانع اللي موجوده في منطقه مدابغ الورديان في حي غرب الاسكندريه، كم كبير جدا منها مخصص للتصدير وليس للسوق المحلي. ده بيخلينا نفكر بشكل مختلف في مستقبل هذه الصناعه. وكمان بنفخر الحقيقه يعني، وده يمكن تطور جديد يعني خلال السنوات الأخيرة، إن احنا بقى في دعم حقيقي ودعم ملموس للقطاع الصناعي من كل الأجهزة التنفيذية. رؤساء الأحياء مهتمين جدا
برصد المشكلات إذا وجدت وتقديم حلول إذا أمكن. قضية مدابغ حي غرب اسكندرية في منطقة الورديان الحقيقة قضية يعني اعتقد أنها قد تكون شائكة، وقد يخشى المسؤول التنفيذي من الحضور إلى هذه المنطقة لأن المنطقة كلها موعودة بالنقل، يعني في وعد حكومي أو خطة حكومية لنقلها من هذا المكان إلى منطقة جديدة غالبا في منطقة العامرية. رغم القيمة الصناعية الكبيرة جدا الحقيقة ما أدركناش حجمها إلا بعد ما حضرنا هنا وصورنا مصانع إنتاج الجلود، وهي مصانع الحقيقة نفخر بإنتاجها، وكمان بنفخر يعني ببوابة المدينة. رئيسة يعني حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان، بنشكر حضرتك على مجهودك معنا وعلى حماسك للقطاع الصناعي. يعني وكمان يعني في قدر كبير جدا من التفاعل مع مطالب اصحاب المصانع واصحاب الورش، وحضرتك عندك يعني رؤيه ورغبه دائمه في دعمهم. عايز حضرتك تديني كده تصور عن حجم الطاقه الصناعيه اللي موجوده هنا بدءا من الورشه الصغيره وصولا الى المصنع الكبير. احنا عندنا منطقه للورش كان تم نقلها من وسط المدينه في نطاق اسكندريه كله، تم نقلها لمنطقه الورش. عندنا 130 ورشه داخليه. دي المنطقه الحرفيه. المنطقه الحرفيه فيها 130 ورشه متنوعه، معظمها في نطاق في صيانه السيارات، لكن في برضو ورش لصناعه الحلوى، ورش معامل صغيره للمخبوزات، فيها بعض الصناعات الاخرى للورقيات، منشار، نجاره، بس كلها حرف صغيره على مساحات متنوعه. 300 ورشه داخل لا 130 ورشه 130 ورشه في المنطقه الحرفيه. في المنطقه الحرفيه، وعندنا خارج المنطقه الحرفيه 260 ورشه في نطاق الحي، متنوعه في نطاق الحي كله. اما بالنسبه للمصانع الحكوميه عندنا حوالي 56 مصنع حكومي ما بين صناعه زيوت وصناعه زيوت وصابون وصناعه مواد بتروليه، دي منتشره في نطاق الحي. عندنا 46 مصنع داخل الحي ما بين مصانع صناعه ورق، صناعه موبيليا، صناعه 46 مصنع قطاع خاص. قطاع خاص. عندنا 120 مدبغه ب 55 كيان، ما بين مدبغه صغيره لغايه مدبغه بالحجم اللي احنا فيه. هي دي المنطقه اللي احنا فيها. دي منطقه تاريخيه لصناعه المدابغ. يعني في عندنا حوالي نشاطين او 3 بيدعموا الصناعه دي، اذا كانت ورش خراطه او بيع كيماويات، علشان طبعا الكيماويات اللي بيستخدموها هنا في المدابغ. طب المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي منطقه المدابغ، وحضرتك بتقولي فيها 121 مدبغه او 55 كيان، ممكن الكيان الواحد عنده اكتر من مدبغه او اكتر من نشاط. تمام. وهذه المنطقه من المخطط نقلها، وتم بالفعل يعني هدم تقريبا 33 مدبغه منهم كانوا تبع ال 33 مدبغه عشوائيه، كانوا عشوائيين وعلى اراضي الدوله. او على اراضي الدوله. تمام. وهذه المدابغ اللي موجوده دلوقتي على اراضي اصحابها منطقه يتم تاهيلها للانتقال لمنطقه ثانيه ان شاء الله. حضرتك جايه بقى بنفسك، مفيش بقى خوف ان من الناس هيستقبلوا قرار النقل ازاي، مرحبين بيه او رافضينه؟ انا شايفه طبعا وكنت معايا ان احنا الناس هنا مستقبله الموضوع ده بصدر رحب، وشايفه ان هي لما كانت في المكان الضيق ده مش عارفه تطور صناعتها، برغم ان الصناعه بتاعتها عاليه جدا ومستوى راقي جدا من الصناعه، لكن مش عارفين يطوروها، محدودين في مساحه ضيقه ومحدودين ان هي في وسط منطقه سكانيه. لما هيتنقلوا لمنطقه اوسع وهيكون فيها خدمات اكتر، احنا عندنا هنا مشاكل صرف، لان المنطقه ما كانتش معديه للكم ده من المدابغ، او توسعت المدابغ على نفس الشبكه القديمه، فما حصلش، كان بيحصل اختناق وكان بيحصل مشاكل ما استوعبتهاش. فيمكن ده من اهم المشاكل اللي طبعا اللي بتواجههم لما هيروح لمكان معد من ناحيه الكهرباء، من ناحيه الصرف، من ناحيه جميع الوسائل اللي هم، والمساحه الاوسع، وكمان خط الانتاج على مساحه افقيه احسن كتير من ان هم يشتغلوا بنفس الصناعه دي على ادوار. طبعا في اعاقات كتير قوي ان هم يحطوا المكن بتاعهم وكده، لكن هم لما هيعملوا على مساحه افقيه وينتشر المصنع على مساحه افقيه هتبقى احسن كتير جدا.
عايز حضرتك تكلميني بقى على حي غرب ويعني تاريخه بقى في الصناعه. انا اعرف زمان كان في ورش نجاره ومصانع نجاره ومصانع موبيليا كتيره كانت منتشره في المنطقه. كان عندكم تقريبا بورصه القطن كانت موجوده بورصة هنا. القطن موجوده. كان بالنسبه للخشب كان هنا طبعا المينا، فكان بيطلع منها الخشب. كان شركه تجاريه للاخشاب من اكبر الشركات اللي هي كانت بتشتغل في صناعه الاخشاب. بيعقبها ورش بتكون هي داعمه، او هي دي طبيعه اهل المنطقه. اهل المنطقه هنا كان في المناشر بتاعه الخشب او ورش المنشار اذا للخشب، او صناعه الاحذيه اللي هي بتقوم على كان في مصانع احذيه هنا في نفس المنطقه كتير جدا. صناعه الاحذيه كانت بتقوم على الصناعه الجلود اللي طالعه من المدابغ، وكانت شهيره جدا وتشتهر بها المنطقه. كان عندنا صناعات الموبيليا في المنطقه. كل ده طبعا بدا في الاندثار، بس ان شاء الله هيرجع تاني. خريطه الصناعه يعني في الحي اتغيرت طبعا بمرور الوقت. اتغيرت بعد دخول الصيني وبعد دخول الاستيراد الصيني، هو ده طبعا غير. لا وكمان بقى في توسع في المناطق الصناعيه، فبعض المصانع انتقلت للمناطق الصناعيه، انتقلت للخارج، وللاسف خارج نطاق الحي واللي كانت بتقيم هنا. وللاسف بعض المصانع انتقلت الى خارج مصر في بعض الصناعات. يمكن كان في مصنع احذيه كبير كان موجود هنا، يمكن نقل بقى موجود في الصين. عشان كده بنتكلم دايما على فكره الدعم اللي لازم يتقدم طول الوقت، ونشوف يعني كيف تستمر الصناعه في اداء دورها وفي التوسع. طبعا احنا كنا بننافس بشكل قوي جدا، مش في الجلود بس، كنا في صناعه الاحذيه وفي المنتجات الخشبيه كنا بننافس تنافس قوي. دلوقتي طبعا احنا بندعم ده، وان شاء الله نستمر ونرجع زي ما كنا زمان. تعال اوريك بقى يا بابا البنك بقى عامل ازاي. هما بيتطوروا قوي، هيروحوا فين بعد كده؟ عارف حضرتك كام واحد قال لنا كده قبل كده؟ يعني مش هشيل على قلبي وقفه تاني وهشيل ورقه؟ جرب بنفسك. ده قمه التقدم، هتروح فين بعد كده؟ وصلنا لكده، اول فرع خدمه الكترونيه مميكن. اكتر من 120 سنه بنفاجئك باجدد حاجه قبل اي حد، كل سنه وانت سابق. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. حضرتك شايفه بقى الدور المسؤول التنفيذي في دعم، يمكن يكون دوره شائك شويه، دور المسؤول التنفيذي في دعم قطاع زي قطاع صناعه المدابر كمان، وحضرتك يمكن يكون عمرهم معانا سنه او اقل او اكثر قليلا. يعني نقدر ندعمهم ازاي؟ نقدر نضمن ازاي ان هم يفضلوا مستمرين لحد ما ينتقلوا الى المنطقه الجديده؟ هل في تنسيق ما بين الاجهزه القائمه على انشاء منطقه جديده وعمليه النقل؟ نقدر يعني معالي الوزير المحافظ مهتم شخصيا بعمليه النقل، وان هم لما هيتنقلوا في مكان لائق صحيا ولائق من جميع مرافق. طبعا مش هيعقبهم اي مشكله ان شاء الله باذن الله، واحنا معاهم. لو في اي مشكله بتعاقم احنا معاهم طبعا. بابي مفتوح وباب معالي الوزير مفتوح، ما حدش معاهم في اي مشكله بس حضرتك برضه تقول لي كده على ابرز يعني التطويرات اللي حصلت في الحي. انا عارف حضرتك ليكي فتره قليله جدا في حي غرب. تمام. يعني ايه اللي حصل بقى خلال الفتره دي، وايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه اللي ممكن نشوفه يغير شكل احنا طبعا الحي هنا بيشتهر ان هو حي سكني. في اكبر عدد من المساكن الشعبيه على مستوى اسكندريه، في 31 متجمع سكني بالنسبه للمساكن الشعبيه، فيها ب 17700 وحده سكنيه، بخلاف منطقه بشار الخير اللي طبعا فيها عدد كبير قوي من الوحدات، وجاري طبعا بنى اماكن تانية في بشار الخير، في استحداث اماكن زي مأوى صيادين، زي طبعا كان هنا في مناطق عشوائيه كتير جدا في الحي. طبعا ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع العشوائيات هيتم نقلهم لاماكن جديده، ويتم القضاء على المناطق العشوائيه اللي فاضله منطقه. ده الملف الرئيسي اللي حضرتك شايفه ان هو هو القضاء على العشوائيات. القضاء على العشوائيات. او على الاقل تحسين اوضاع الشارع والمباني القديمه. حضرتك بتقولي ان ده اكبر تجمع للمناطق اللي هي الشعبيه في ليش لكن احنا بخلاف برضو في بعض المشاكل القائمه اللي هو الميراث اللي احنا وارثينه عن الحي. وكان انا كده كنت رئيس حي الجمرك، ويعتبر حي الجمرك كان امتداد لحي غرب، ونفس المشاكل ممكن تكون قائمه اللي هي المباني القديمه المتهالكه.
اللي عدى عليها أكتر من 100 سنة، والمباني كلها يا إما متهدمة أو على وشك الانهيار أو منهارة في أماكنها. المباني فيها مشاكل إن هم أصحابها يعتبروا عدد كبير من الورثة مش مستفيدين. مساحات أراضي صغيرة بتبقى تتراوح ما بين 45 متر ل 120 متر ماكسيمم مساحة الأرض، فيها عليها 70 وريث، فما بيبقاش فيها استفادة مرجية. ولو هل دي بتمثل ظاهرة ولا نماذج قليلة؟ لا، دي ظاهرة قوية جدا في الحي، ظاهرة. يعني هل في ارقام تقديريه مثلا للمساله؟ يعني نقدر نقول عندنا يعني كام متر ارض يعني؟ احنا دلوقتي عاملين لجنه بنحصر الاماكن، عدد المنازل بعدد المربعات السكنيه اللي ممكن ينشا منها منشا كويس حوالي 700 متر. احنا بنحاول كل مربع يحتوي على 700 متر، لكن بيحتوي على اكتر من 10 منازل. فان هو لو حلينا المشكله دي حل فردي مش هتتحل، لكن احنا بنحاول ان احنا من الاول نحط ايدينا على الحصر بحصر قوي، بحيث ان احنا ناخد مربع سكني قائم ونحاول ان احنا نعمله نموذج ونشوف ان احنا هنحل المشكله دي. هل ممكن يبقى في مشاكل بقى مع الاثار او حاجه؟ حضرتك بتتكلمي على بيوت عمرها تجاوز ال 100 سنه. لا، ما فيش حاجه فيهم مناطق، ما فيش حاجه فيهم في الاثريه لا او مسجله في التراث، هي كلها منازل قديمه ومتهالكه. لكن طبعا ده بعيدا تماما عن المباني اللي هي الاثريه او في مجلد الحفاظ على التراث. هل فكره الراغبين في ان هم يعني في تطوير هذه الاراضي هي الغالبيه ولا نسبه منهم؟ لا، الغالبيه، لان طبعا في بعضها عنده قرارات هدم وما نفذهاش، فكده اصبح هو متقاعس عن الهدم، واصبحت في قضايا ضدهم وان هم قدام القانون متقاعسين، بس هم عددهم كبير ومش عارف هم نفسهم مين يتحمل التكلفه في عمليه الهدم. فهم نفسهم قالوا خدوا الارض، بس احنا يعني المهم ما يبقاش علينا قضايا. هل ممكن نعمل نموذج كده ونصدره لاهل الحي عشان يشوفوا يعني ايه اللي بيحصل بعد الحصر؟ ان شاء الله هنعمل نموذج ونشوف ان احنا ازاي نتعاون مع بعض ونحل المشكله دي. مهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الاسكندريه، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في جولتنا داخل منطقه المدابغ وداخل مصانع غرب الاسكندريه، وتعبناكي معانا النهارده، ويعني بنشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك على الفرصه العظيمه اللي احنا اعطيتها لنا، وان احنا قعدنا مع اصحاب المدابغ وشفنا مشاكلهم، وحسينا ان احنا مجرد اسره مع بعض، مش انا رئيس حي وهم عندهم مصانع في المكان. وهم الحقيقه متفائلين جدا بحضرتك، ومتفائلين كمان بحجم التعاون مع الجهاز التنفيذي في محافظه الاسكندريه، ونتمنى طبعا ان احنا نقدر نوصل لنقطه امنه في نقل مدابغ الوردان في غرب الاسكندريه. محدش يتحرك من مكانه. محدش يتحرك من مكانه. كله ينزل على الارض. مفيش حد هنا، ده فرع الكتروني. يعني ايه فرع الكتروني؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تفتح حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ في البنك اللي هنسرقه الشربيني. ايه ده؟ مفيش خزنه جوه. مميكن. يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس. قول يا شربيني. في فيديو كول لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. كان خدمه العملاء اقول لهم ايه يا شربيني؟ الو، السطو مش شغال؟ مساء الخير. ايه ده؟ هو ده سطو؟ لا، جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك، اول فرع خدمه الكترونيه في مصر من البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. اكسسوار ونجف ورخام، كله بيحكي ويتحكى بيه، وحديد مصر لا يعلى عليه. مصانعنا دي مش عايزة كلام، مزارعنا تملي في تطوير، والأحذية بقى والسجاد مشهد